أنا في رابعة كلية هندسة وقاعدة في سكن علشان يكون قريب من الجامعة. يعني أنا من مدينة والتنسيق جابني في مدينة تانية، فأخدت سكن أنا وبنتين زمايلي علشان نكون قريبين للجامعة ونستفيد إن إحنا ما نتبهدلش في المواصلات. المهم، أنا في يوم لقيت السباكة عندي مش مظبوطة خالص والدنيا كلها بايظة في المطبخ وفي الحمام. فاتصلت بصاحب العمارة وقلت له أنا عايزة سباك كويس يجي يشوف لي الشقة. حرفياً المطبخ بايظ والحمام بايظ وممكن الشقة كلها تغرق مية ومش عارفة أعمل حاجة. حاولنا نسلكها ما احناش عارفين، فمحتاجة سباك ضروري. المهم، قال لي خلاص مفيش مشكلة، أنا معايا رقم واد شاب كده سباك كويس قوي ومحترم، وهيجي يعمل لكم السباكة ويظبطها لكم إن شاء الله، بس الحساب كله هيبقى عليكم وانتوا اللي مبوظين. قلت له خلاص مفيش مشكلة، بس بالله عليك شوف لنا سباك بسرعة علشان الدنيا عندنا خربانة. كان اليوم ده يوم جمعة. المهم، جه سباك وخبط على الباب. أنا فتحت الباب، لقيت واد شاب طويل بجسم كده وعينه ملونة وشعره بسم الله ما شاء الله، يعني أجمل من التراك. أنا ساعة ما بصيت له شد انتباهي جماله، ولقيت نفسي مش عارفة أعمل إيه ومترددة. إيه هو أنت سباك ولا إيه القمر ده؟ كله هيبقى سباك إزاي يعني؟ هي الدنيا خلاص اتقلب حالها ولا اتبدلت؟ أنا كبنت أو كطالبة جامعية ماليش في المعاكسات ولا في الشباب، ولا أنا جريئة ولا أي حاجة، بس غصبا عني العين بتحب كل جميل. المهم لقيته بيقول لي: أيوة يا فندم، محتاجة تعملي إيه في المطبخ؟ إيه المشكلة عند حضرتك؟ معرفتش أرد ولا كلمة. قال لي: في إيه يا فندم؟ إيه المشكلة؟ المشكلة في الحمام ولا في المطبخ ولا فين بالظبط؟ وأنا ببص كده زي العبيطة مش عارفة أتكلم، وقلت له مش عارفة. قعد يضحك كده وقال لي: إزاي يا فندم ما انتيش عارفة؟ هي المشكلة عندك ولا أنا جيت الشقة ولبطت؟ قلت له المشكلة عندي في المطبخ والحمام. البلاعة في المطبخ مكتومة، مش بتصرف مية ومغرقة المطبخ، ونفس المشكلة في الحمام، لأن المشكلة الأساسية إن الحمام هو اللي بيصرف من المطبخ. يعني الكتمة في الحمام كتمة على المطبخ ومش عارفة تصرف، فمشكلة كبيرة، تعال شوفها. وديته على المطبخ ووريته الكتمة كده ووريته الحمام، ومش عارفة بقيت عمالة تلجلك هي كلام. المهم قال لي: أنا ملاحظ يا فندم إن أنتي متوترة قوي ومش عارفة تتكلمي، في حد معاكي في الشقة؟ قلت له: لأ، إحنا 3 طلبة، بس هم عندهم محاضرات وأنا الواحدة اللي موجودة. في كلية هندسة، في تالتة هندسة، وهم دلوقتي في محاضرات وأنا لوحدي اللي موجودة في السكن. ليه بتسأل؟ قال لي: عشان أنا عايز حد عاقل أعرف أتكلم معاه، أنا مش عارف أخد منك كلمة، أنتي مش عارفة تتكلمي ولا فاهمة، أنا عايز أخلص يا فندم، ورايا شغل كتير. قلت له: طيب أنت اكشف وشوف المشكلة إيه وأنا موجودة أهو علشان أحاسبك. دخل المطبخ، لقى كتمة كبيرة، وطلع الأجهزة بتاعته، ودخل الحمام يسلك. ما عادش 10 دقايق وقال لي: المشكلة بسيطة. المشكلة الحمد لله بسيطة وما تستاهلش. انتوا لو كنتوا جدعين كنتوا سلكتوها بخرطوم. فقلت له طب حسابك كام؟ قال لي اعتبريه وصل. قلت له لا والله، تاخد كام؟ المهم قلت له أنا هديك 100 جنيه. قال لي لا كتير، خدي 50 جنيه وماشي. المهم لقيت نفسي مخنوقة ومش عارفة مالي. الولد ده أنا عايزة أشوفه تاني. غصب عني بقيت أفكر إزاي أجيبه بحجة تانية، وقمت رايحة كاتمة البلاعة ورحت الحمام وحشرت ورق ومناديل كتير. تاني يوم اتصلت عليه وقلت له البلاعة كتمت تاني. قال لي إزاي؟ ده أنا سايبها صرفت كلها. قلت له والله كتمت. قال لي طب أنا عندي شغل، نأجل لبكرة؟ قلت له لأ، دي هتفرق. جالي تاني، دخل الحمام الرئيسي، قعد يبص يحط الأجهزة يسلك، وقال لي الكتمة دي ما كانتش موجودة امبارح، انتوا بتكتموا بإيه؟ وقعد يطلع ورق ومناديل، وقال حد لعب في البلاعة وانتوا ناس كبار، المرة الجاية لو كتمت هكسر البلاط علشان أسلك من الماسورة العمومية.
قلت في نفسي يا لهوي، أنا هقعد أكتم فيها لحد ما نجيب خراب علينا؟ قلت له خلاص، وسألته أنت معاك مؤهل إيه؟ قال لي أنا في 5 جامعة. قلت له 5 جامعة إزاي؟ قال علاج طبيعي. قلت له سباك وفي علاج طبيعي إزاي؟ قال الشغل مش عيب يا فندم، وأنا بشتغل وبتعلم وبساعد أهلي، وأنا شايل مسؤولية، وأنا مش قاعد في الشارع. سألته بتشتغل سباك ليه؟ قال لي والدي متوفي وعندي أختين وأمي موظفة، وأنا لازم أصرف على نفسي، والشغل مكسبه حلو وما ينفعش أعتمد على أمي، وأنا مش محتاجة مدي إيدي لحد. قلت له والله أنت محترم جداً. وقال لي إنه بيشتغل سباك من أولى ثانوي وتعلم المهنة وبيعرف يركب سيراميك ودهان وكهرباء، وبيقول الشغل مش عيب. قلت له والله أنا معجب بيك، اللي بيشيلوا مسؤوليتكوا كتر خيرهم إنهم مأجرين لكوا شقة زي كده وبيدفعوا فلوس غير مصاريفكوا في الجامعة وغير أكلكم وشربكم. راعوا ربنا في أهاليكوا شوية. لقيته بينصحني كمان. المهم مشي من هنا، وأنا قعدت أفكر كل يوم، أقول أتصل عليه، طب أنا محروجة، طب أقول له إيه؟ قعدت يومين كده وبعدين قلت والله لازم أتصل عليه. اتصلت وقلت له أنت عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ قال لي تمام، في مشكلة في البلاعة؟ قلت له هو أنا لازم أكلمك علشان البلاعة؟ لا والله، الحمد لله البلاعة كويسة، أنا بس حبيت أطمن عليك. قال لي والله ما تحرمش منك يا فندم، كلك ذوق. قلت له إيه يا فندم دي؟ قول لي يارا، أنا اسمي يارا، وكمان أنا يعني في كلية زيك، طالبة جامعية، اعتبرنا أصدقاء كده. قال لي وأنا ليا الشرف يكون ليا أخت زيك. قلت له أخت؟ خلينا أصدقاء. المهم يومين بعدها فضلت أنا اللي أتصل عليه كل شوية بحجة إني أطمن عليه. المكالمة ما كانتش بتطول 5 دقايق. هو كان محترم جدا، بيختار كلامه، مش من النوع اللي يطول في الكلام، وبيبان عليه إنه مش بتاع علاقات ولا بيجري ورا البنات. حساه جد جدا. في يوم كلمته قال لي معلش أنا والله مشغول ومش قادر أكلمك. قلت له يعني أنت مش عايز تسمع صوتي؟ قال لي أسمع صوتك؟ لا والله أنا ليا الشرف يا فندم. قلت له بلاش يا فندم، قل لي يارا. أنا مش عارفة، أنت لخبطت لي حياتي من يوم ما جيت لنا، وأنا مش عارفة بفكر فيك ليه كده. قال لي اتفضلي قولي. قلت له أنا والله لا بتاعت ملاغية ولا شباب ولا كلام، أنا بس من يوم ما شفتك وأنا مرتاحة ليك وببقى أحب أكلمك وأسمع صوتك. قال لي خلاص اعتبريني أخوكي. قلت له لأ، أنا مش عايزاك أخويا، أنا عايزاك على الأقل تبقى صديق وربنا يجعل بينا قبول. استغرب بس قال أنا سعيد بالمكالمة. قلت له نفسي يوم من الأيام تبقى أنت اللي تكلمني وتطمن عليا. قال ربنا يسهل، وقفلنا. قعدت يوم وقلت لنفسي ما تكلميش. يومين 3 4 أيام، دخلنا على أسبوع كامل. الشخص ده ما سألش فيا ولا كلمني ولا عبرني. لقيت نفسي حاسة إني رخيصة وإني بفرض نفسي عليه وإن مفيش كرامة. قلت لنفسي يا يارا انسي الموضوع، كبري دماغك وفوقي لمذاكرتك، مرة في مرة هتتعودي تبعدي عنه وهتنسيه. الحمد لله اللي خلقه وما خلقش غيره، وفوقي يا بنت. وفعلا قررت ما كلمهوش وقلت خلاص هنساه، هركز على دراستي وارجع زي ما كنت. عدى الأسبوع وبدأت أراجع دراستي، وفجأة لقيته بيرن عليا الساعة 11 بالليل. قلبي وقع. فتحته، قال لي أخبارك إيه وعاملة إيه؟ أنتي بقالك أسبوع ما سألتيش عليا. قلت أسأل ليه؟ قولي أنت عامل إيه في دراستك؟ اتجدعن وشد حيلك. أنا فرحت وقلبي بيرفرف من الفرح. أخيراً اتصل. قلت له أخيراً سمعت صوتك، أنا كنت لحد امبارح بقول لو ما كلمتنيش أنا مش هكلمك تاني، أنا كنت حاسة إني من غير كرامة. قال لي ليه؟ الكلام ده مش مستاهل، أنا بشتغل وبذاكر وبساعد أهلي، ما عنديش وقت، اعذريني. قلت له والله أعذارك على راسي، بس وحشني صوتك. قال لي أنا عايز أسألك سؤال، أنا إيه بالنسبة لك؟ أو أنتي بتحبي تكلميني ليه؟ قلت والله مش عارفة، أنا عمري ما كلمت ولد ولا اختلطت بشباب،
إحنا عيلة محافظة، بس أنت جذبت نظري من أول يوم. أقول لك حاجة؟ قال قولي. قلت له والله العظيم تاني يوم جيت فيه أنا اللي كتمت البلاعة، كنت عايزاك تيجي تاني. قال والله كنت عارف، أنا سباك وعارف الشغل، عارف إنها مكتومة بإيد. قلت له طب ونهاية الكلام ده إيه؟ قال نهايته إن أنا في سنة 5 ولسه قدامي سنة وعندي مسؤوليات ومقدرش أوعدك بحاجة دلوقتي. قلت له طب فكر، حتى لو بعد سنة، حتى لو بدبلة وخاتم، مش لازم شبكة ولا مهر، أنا أقنع أهلي وأصبر. قال والله أنا ما عنديش مشكلة، بس الظروف. وفضلنا بعد المكالمة دي نكلم بعض كل يوم، وكان بقيله شهر ويمتحن آخر السنة. وقلت له إيه رأيك نسيب بعض شوية قبل الامتحانات، شهر واحد نذاكر ونرجع نتكلم تاني. قال لي والله كنت هقولك كده. وفعلا بعدنا شهر، بس كنت أكلمه كل 10 أيام أطمن عليه وهو كمان يطمني، مكالمات تشجيع. وفعلا نجحنا، أنا نجحت في 4 هندسة وهو نجح في 5 علاج طبيعي. فضلنا بعدها نكلم بعض بالساعات لحد ما خلصنا دراسة. وقلت له يا أحمد لازم تيجي تتقدم، أنا راجعة بلدي ومش هعرف أكلمك، أهلي صعبين. إيه النهاية؟ قال لي اديني 6 شهور أجمع تمن الدبلة والخاتم وآجي أتقدم. قلت له بجد؟ قال لي والله العظيم، وانتي كلميني وقت ما تقدري. رجعت بلدنا واتخرجت ودورت على شغل، ولقيت شغل في شركة مقاولات كمهندسة معمارية. وبقيت أكلم أحمد أول ما لاقي فرصة، وهو برضو ما كانش يكلمني غير لما أكون فاضية عشان ما يسببليش إحراج مع أهلي. وهو كمان خلص علاجه الطبيعي واشتغل مع دكتور. قال لي كلمي أهلك علشان لما آجي ما يتصدموش. وكلمت ماما وقالت لي يا بنتي ده سباك. قلت لها يا ماما ده دكتور 6 سنين كلية، والسباكة كانت شغل مؤقت. ماما اقتنعت. وكلمت بابا. بابا قال مهنة السباكة مش حلوة. قلت له يا بابا مؤقتة، وهو راجل مكافح وبيساعد أهله ومحترم. وفعلا بابا وافق. وقلت لأحمد. جه هو ومامته وخاله وعمه وشافوا أهلي، والحمد لله بابا وافق عليه. بابا قال له أنا مش هضغط عليك، مش عايز شبكة، دبلة وخاتم بس، وبنتي هجيب لها دهبها، بس اجتهد واشتغل. وأحمد قال أنا بشتغل يا عمي وورايا مسؤوليات. بابا سايب لنا بيت دورين والدور التاني علي الأحمر. قال له معاك سنة أو سنة ونص توضب شقتك، ومش عايز مواسم ولا هدايا ولا حاجة. أحمد ضغط على نفسه، وفي أقل من 6 شهور كان مشطب الشقة، و6 شهور تانيين جاب الأوض. وفعلا في خلال سنة أتم كل حاجة، واتجوزنا وجاله تكليف. وبعدين جاتله سفرية للإمارات براتب مغري، وقدم واتقبل. وسافرنا سوا، واشتغل أخصائي علاج طبيعي وأنا اشتغلت مهندسة، وكنا بناخد مرتبات كبيرة. قعدنا 3 سنين وبننزل نزور أهلنا، واشترينا بيت 4 أدوار وعربية، وكانت حياتنا حلوة. وبابا قال لي ونعم اختيار القدر ليكي، ربنا بيحبك علشان محترمة، وربنا عوضك براجل زي القمر. وأحمد بيحب أهلي جدا، خصوصا بابا لأنه ما ضغطش عليه. وقالت ياريت كل أب يرحم الشباب وما يضغطش عليهم ويستر عليهم زي ما بابا عمل.